تعالوا نعمل مع بعض سباجيتي على كاربونارا. ازيكم احلى ناس في العالم، انا عمرو حلمي والنهارده جاي اعمل لكم وصفه خطيره. هعمل سباجيتي على كاربونارا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باستا تجنن. النهارده هستخدم فيها باستا سيتشيليانو، براند باستا جديد مصري بس بريسبي ايطاليه. يلا بينا نعمل اول حاجه في الكاربونارا. هقول لكم ازاي تعملوا كاربونارا بيرفكتو وسهله جدا. تعالوا اقول لكم المكونات. سباجيتي من سيتشيليانو، بيف بيكن، زبده، جبنه بيكورينو رومانو، صفار بيض، بيضه كامله، توم، ملح وفلفل اسود مجروش فريش وزيت زيتون. اول حاجه هنعملها ايه؟ في طاسه سخنه هننزل زبده ومعاهم نقطه زيت زيتون. هننزل البيف بيكن. ليه انا بحط الزبده الكتير دي؟ عشان في الوصفه الاصليه بيستعملوا الجوانشالي والبانشيتا او الخدود والبطن بتاعه الخنزير، فاحنا هنستعمل لحم بقري مقدد. فهنعمل بيه ايه؟ هنحطه في شويه زبده عشان نعوض كميه الدهون اللي مش موجوده هنا اهو. دلوقتي بقى البيف بيكن اتحمرش خالص، هنزل له شويه توم صغيرين جدا. توم هيتقلب تقليبه وهطلع البيف بيكن بره وهقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخلط 4 صفار بيض مع بيضايه كامله مع 40 جرام او 50 جرام جبنه بيكورينو، وهضربهم كده كويس جدا لحد ما يمتزجوا. اول حاجه عشان نسلق الباستا بتاعه سيتشيليانو هنعمل ايه؟ هنفتح كده اهو الحله ونحط ملح، فقط ملح. زيت زيتون لا، بس ملح وميه والباستا. يلا بينا. الميه لما تكون بتعمل كده فوران كده معناها ان دلوقتي نقدر ننزل الباستا. دلوقتي بقى تعالوا نحط شويه فلفل اسود على خليط الجبنه والبيض ده، ومحدش يقرف من البيض الني، احنا مش هناكله ني، احنا هينزل على النار ويعمل صوص كريمي خطير. تعالوا شوفوا لي بقى الباستا هنا. الباستا لازم تبقى في كميه ميه كافيه وتكون بتعوم اهي، لا بتلزق ولا حاجه ومفيش زيت. ليه ما بتلزقش؟ عشان هي معموله من دقيق السميد او دقيق السيمولينا. دلوقتي هنشيل حله الباستا القمر دي على جنب ونرجع انهي حله تاني، نرجع الطاسه اللي هنعمل فيها الكربونارا. هنعمل ايه؟ هاخد نقطه زبده خفيفه كده اهو، هننزل عليها الباستا من الميه على الطاسه. طبعا شويه الميه دول هيعملوا لنا صوص خطير. نزلنا الباستا والزبده وميه الباستا، هنزل بيف بيكن. هنطلع الباستا من على النار ونسيب الزقزقه اللي انتوا سامعينها دي تهدى خالص. ليه؟ لان لو نزلنا دلوقتي خليط البيض والجبنه ده وهي بتزقزق كده هيقلب بيض اومليت او سكرامبلد اجز. بس لو سيبناها خالص تهدى بعد كده نزلنا الخليط ده هيقلب صوص كريمي وخطير. تعالوا هوريكم. الزقزقه هديت خالص. يلا بينا بقى ننزل خليط البيكورينو وصفار البيض ده على الباستا، وهنقلب بسرعه جدا قبل ما يكتل. وهنعمل ايه كمان؟ هننزل ميه الباستا عشان تفك لنا البيض شويه وعشان ما يستويش وعشان يبقى كريمي. نقلب تاني بسرعه. هنعمل ايه دلوقتي؟ بصوا الكربونارا، حتى بصوا الصوص هنا عامل ازاي، يجنن. وما تقوليش البيض ما استواش، البيض استوى وزي القمر اهو. هقدمها واجيبها. اخر حاجه هنعملها هنرش شويه بيكورينو، فلفل اسود مجروش. كده عملنا مع بعض دلوقتي احلى سباجيتي على كاربونارا ايطاليه اصليه، ايطاليانو فيرو. يلا جربوا الوصفه دي وقولوا لي رايكم واعملوا لي منشن انا وسيتشيليانو عشان نشير لكم الوصفات. الف هنا وشفا.